حياكم الله دكتور فارس. هل ترى بأننا أمام هجوم إسرائيلي واضح وسينكشف في الأيام القادمة، أم أنه فقط القضية هي تأتي إعلام إسرائيلي وبعض اللمحات الإسرائيلية وأن الإيرانيين ورواية الإيرانيين على الأقل هي الأدق في هذه التفاصيل بحسب تقديرك؟ نعم، تحية لك أستاذ أحمد، وأيضا تحية للسادة مشاهدي قناة التغيير. في الحقيقة لم تقل إسرائيل أنها استهدفت مفاعل نطنز ولم تتبنى العملية، وكذلك لم تقل إيران صراحة ما هو الشيء الذي حدث، واكتفوا بأنها قامت بتجربة منظومة الصواريخ المضادة للجو، وفي هذا أيضا مبالغة كبيرة، حيث أن التجارب لا تكون على ذات المفاعلات أو ذات المناطق الحساسة، وإنما تجرى في ميادينها. والأدلة تشير إلى أن الطائرتان أكثر أو أقل، هذا لا أعلمه بالتحديد، لكن هناك طائرتان مسيرتان استهدفت المنطقة المحرمة التي تحيط بمفاعل نطنز، وانطلقت صاروخ أو صاروخان لإسقاط هذه الطائرات. وأعتقد أن ردة الفعل التي كانت في المنطقة والصوت الكبير الذي سمع لهذه الانفجارات تدل بوضوح على أن عملية ربما استهدفت هذا المفاعل لم تنجح، لكنها أيضا أوصلت رسالة إلى أن هناك فروقات في المناطق الإيرانية، وأن هناك ربما خلايا كثيرة تعمل لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرهما في سبيل إجهاض عملية التقدم الكبير الذي تحصل عليه إيران في تطوير مفاعلاتها النووية، وأن تصل بنسبة النقاوة إلى الدرجة 90 بعد أن بلغت 60%. ويعني ربما حتى هذه اللحظة تشعر حتى إسرائيل بالندم، وخاصة ما تقدم به اليوم يهود باراك في مقالته في يديعوت أحرونوت، حيث ألقى باللوم على رئيس الوزراء السابق نتنياهو في أنه منح الفرصة لإيران، وأيضا ضيع الفرصة بالتعامل الفج مع الرئيس السابق الأمريكي الأسبق أوباما، بحيث كان بالإمكان أن يعيدون هذا المشروع منذ بدايته، لكن إسرائيل فوتت الفرصة وتعاملت بشيء من الاستهزاء وشيء من الخواء، أيضا كما وصفه في إطلاق التهديدات غير المسؤولة وغير القابلة للتنفيذ. لذلك أعتقد أن الموضوع ضربة مفاعل نطنز هو أحد الأهداف التي ربما تنام وتصحى إسرائيل على موضوع اختراقها وإصابتها في كبد المشروع النووي الإيراني عن طريق المسيرات أو عن طريق الأعمال ربما التخريبية من الداخل. لكن أنا بتقديري أن العملية تمت بمسيرة، وأن صواريخ انطلقت من المنظومة الخاصة بالدفاع عن هذا المفاعل، وفي المنطقة المحرمة تحديدا أصيبت إحدى هذه الطائرات، والطائرة ربما الأخرى هربت أو أسقطت أيضا، وهذه المعلومات ربما تكون شحيحة وقليلة جدا بسبب حساسية الموضوع بالنسبة للمنطقة المحيطة بمفاعل نطنز. إذا ما ثبت بأن هنالك هجوما فعلا كما جرى في المرات السابقة الأيام الأولى، صعب أن نتكلم أو نتحدث عن هذا الموضوع وبعدها يتبين ويتأكد بأن هنالك هجوم. لنعتبر ولنفترض جدلا بأن هذا الهجوم كان مؤثرا كالهجمات الثلاثة، 2 على منشأة نطنز وواحدة على كرج. ألا تعتقد بأن هذا قد ينهي المفاوضات النووية بأي شكل من الأشكال وتتقدم إيران بسرعة إلى القنبلة النووية؟ هو يأخذ عدة توجهات أستاذ أحمد. يعني الآن إيران تقدمت الحقيقة بوفد رفيع المستوى رفيع القدرة في التفاوض وتقديم كل ما يمكن أن يناقش خلال المفاوضات التي تمت في فيينا والتي أجلت الآن بسبب أو منحت فرصة للعودة إلى رؤساء الوفود، لعودة إلى حكوماتهم لتحديد الموقف. أعتقد أن إيران تسعى بكل ما لديها من قوة من أجل أن تكسب المفاوضات وأن تكسب المليارات لتكمل مشروعها وتتقدم بحيث تصل إلى عتبة
الدول النووية وصولا إلى الدول النووية. هذا الموضوع الحقيقة موضوع ذو وجهتين. الوجه الأول إما أن تدفع إيران ربما بتسهيلات أو تنازلات بعض الشيء عن شروطها القوية والمحكمة التي تقدمت بها في فيينا، أو أنها تقاطع هذه المفاوضات على أمل أن توجد لوبي أوروبي ضاغط على إسرائيل. لكن في واقع الحال إسرائيل هي التي تضغط على اللوبي الأوروبي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال حركتها وحركة وزير خارجيتها، ومن ثم توجه رئيس المخابرات ليلة أمس إلى الولايات المتحدة لمواجهة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس CIA ومن ثم الرئيس الأمريكي، لأن الموضوع الحقيقة الآن بات قاب قوسين أو أدنى من أن يعني تكون هذه القدرة مسيطر عليها، القدرة الإيرانية النووية، أو أن تتجاوز إيران كل هذه الصعاب وتشكل مع حلفائها وكما تصفهم إسرائيل ذاتها حلفائها في العراق وحزب الله في لبنان وفي سوريا وفي اليمن قاعدة صواريخ قد تمطر إسرائيل بآلاف الصواريخ وآلاف الإمكانيات التي ربما تسلط على شعب إسرائيل كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس وأول أمس. طيب، ولكن هل تعتقد بأن إسرائيل قد تكون بشكل أو بآخر في ظل أنهم غير راضين تماما على هذه المفاوضات النووية، غير راضين على أداء بايدن تجاه هذه القضية، اعترضوا علنا وسرا على هذه القضية وحتى من تسريبات كثيرة جدا، هل تعتقد أن إسرائيل كانت تريد أن تتصرف أو هي تريد أن تتصرف بهذا الشكل خارج إرادة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخريب المفاوضات على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تعتقد قد تكون إسرائيل تهدف إلى هذا الهدف؟ لا أعتقد أبدا. كل الأوقات وكل الأمور التي حدثت باستثناء فترة أوباما هناك تنسيق عالي بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، لكن الحقيقة الرئيس بايدن يريد أن يفوت كل الفرص على الجانب الإيراني من خلال المفاوضات. إذا ما رضخت إيران إلى شروط الولايات المتحدة وشروط المجتمع الدولي في تغيير سياستها في المنطقة وتغيير عمليات أو تقنين عمليات تصنيع الأسلحة التقليدية الصاروخية التقليدية والتي بلغت مدايات الحقيقة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى على الأمن القومي الخاص بنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وفي أوروبا، هي تخشى من أن تتجاوز إيران هذه النقطة وبالتالي تشكل فعلا خطرا حقيقيا. بايدن يقتنع أو مقتنع أن إيران ممكن أنه تحيد من خلال مفاوضات، لكن يعني نفتالي بنت يعني يقول هو عن هذا الموضوع، عن موضوع الرؤية الأمريكية لإيران، يقول أدعو كل دولة تتفاوض مع إيران لتوضيح أنه من المستحيل التفاوض وتخصيب اليورانيوم في نفس الوقت. يعني ما معقولة دولة جاية تريد تتفاوض على مشروع نووي وهي مستمرة بالتخصيب بمستويات عالية وبأجهزة طرد مركزي حديثة. لذلك إسرائيل الآن ليس لديها الحقيقة وقت وليس لديها أيضا فرصة لا دبلوماسية ولا غير دبلوماسية في الضغط على حلفائها في أوروبا وفي واشنطن من أجل اتخاذ موقف صارم اتجاه إيران، موقف صارم في المفاوضات. أما عن غير المفاوضات فهذا موضوع الحقيقة يتحرك عليه رئيس المخابرات ووزير الخارجية الآن بشكل حثيث، وأيضا كل الأدلة تشير إلى أن صبر إسرائيل أيضا على موضوع مشاهدة إيران وهي تقوم بتجاوز نسب الإخصاب ووصول يعني أكثر من 5000 جهاز طرد مركزي في مفاعلاتها هو مسألة لا يمكن السكوت عنها، وأن إسرائيل هي المستهدف الرئيس من هذه العملية. طيب، إذا ما عدنا إلى شهر 6 من هذا العام سنلاحظ بأن منشأة كرج لصناعة أجهزة الطرد المركزية، وهي المنشأة الوحيدة لصناعة أجهزة الطرد المركزية، عندما تمت مهاجمتها موقع أكسيوس فيما بعد أكد
بأن إسرائيل تصرفت خارج نطاق بايدن، أبلغوا الإدارة الأمريكية بساعات، قبل 3 أو 4 ساعات أبلغوا بالهجوم، وبعدها قاموا بهذا الهجوم الذي تراه أمامك. وبنيامين نتنياهو كان، وليس نفتالي بنت هو رئيسا لإسرائيل. برأيك يعني، أو رئيسا لوزراء إسرائيل تحديدا، برأيك سيدي الكريم يعني ألا تعتقد بأن هذا قد يؤشر بأن إسرائيل في الفترة الأخيرة ومع إدارة الديمقراطيين ومع إدارة بايدن تبلغ الأمريكان، ولكن قبل ساعات قليلة، ليس كما هو الحال مع الجمهوريين وتحديدا دونالد ترامب؟ أعتقد أن هذه سياسة إسرائيل منذ زمن، وليست وليدة هذه العملية. إسرائيل أمنها القومي هو أمن مقدس لدى كل الغرب تقريبا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تستشعر خطرا تقوم بعملية، ومن ثم هذه العملية يكون كل شيء يعني في ميزانه ومتفق عليه قبل ساعات من انطلاقها. ليس على إسرائيل أن تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية أو تتفاوض معها على عملية تريد أن تقوم بها، لأن إسرائيل تتمتع بسرية تامة لعملياتها، وأي عملية خرق لهذه العمليات أو المعلومات الخاصة بهذه العمليات قد تفضي إلى فشلها وتكبيد إسرائيل أو الطيران الإسرائيلي أو قوات المارينز أو التي تقوم بعملية معينة، قد تعرضهم إلى ربما إلى الخسائر وإلى أن يفقدون في الأرواح عناصر تشكل ربما صدمة للداخل الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد ليس في هذا غرابة. إسرائيل قد تقوم بعملية، بل على العكس، أنا ربما من خلال وعبر هذا البرنامج الطيب أنا ذكرت في مرات سابقة أن إسرائيل قد تحرج العالم كله عندما تزج به في عملية جريئة جدا وربما واسعة جدا مع إيران، وبالتالي يجد الغرب نفسه أمام موقف صعب جدا، موقف يجب أن يكون لصالح إسرائيل بشكل واضح، وأن يخدم مصالح إسرائيل وأمنها القومي أيضا بالشكل النهائي. طيب، ولكن قبل ما جرى ليلة يوم أمس ب 72 ساعة تقريبا، إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني كان واضحا وحذر الولايات المتحدة الأمريكية من عملية أي هجوم بأي شكل من الأشكال ضد إيران في هذه الفترة، وجاءت بعد تقرير رفع عملية التخصيب لليورانيوم في منشأة فوردو والتوجه إلى نسبة 20% بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. برأيك ألا تعتقد بأن لو ثبت الآن أمام هجوم هو هجوم ضد هذه المنشأة المهمة منشأة ناتانز، بأن إيران قد تتصرف في ظل هذه الظروف، قد لا تضرب إسرائيل مثلا، قد تضرب القواعد الأمريكية الموجودة في العراق على سبيل المثال كما فعلت انتقاما لقاسم سليماني؟ يعني حتى قبل حوالي ساعتان من الآن أستاذ أحمد كان هناك من يعتقد أن صوت الانفجارات الذي سمع في قاعدة نتنف في المثلث العراقي السوري الأردني فجر هذا اليوم هو مرتبط بهذه العملية، عملية مفاعل نطنز يوم أمس. لكن يعني تقصد قاعدة التنف على المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري. نعم. خرج قبل ساعتان تقريبا أو أقل من يقول من التحالف الدولي أنه العملية ليس فيها أي عمل مستهدف، وإنما كانت مجموعة متفجرات تم تفجيرها عن بعد. إذا العملية متوقعة، لكن أنا أعتقد أن إيران الآن بعيدة كل البعد عن استهداف أي هدف أمريكي أو للتحالف الدولي أو لإسرائيل، لأنها الحقيقة في وضع لا يمكنها أبدا أن تخوض فيه حربا أو أن تواجه به قوة عسكرية متعددة، لأنها تعاني من الحقيقة مأزق اقتصادي عميق في الداخل، تعاني من حركات عدم رضا من قوميات عديدة في الداخل، وأيضا هي لديها قوة عديدة في الدول التي ذكرناها، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، قادرة على أن تقوم بهذه العمليات دون أن تكون إيران في الواجهة. لذلك العمل ربما يحتاج إلى إدارة صراع بشكل متقن، وإيران تقوم بهذا العمل أيضا بشكل متقن. هي تنهى بنفسها عن الدخول بشكل مباشر في مواجهة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة، إلا إذا قامت الولايات المتحدة كما حدث مع قاسم سليماني وغيره، حادث السليماني. ربما هذا يستفز القيادة الإيرانية من أجل إثبات الوجود على الأقل داخل الشارع الإيراني الذي يعني تشكل له العملية رمزية معينة. أما بالنسبة للأوضاع الاعتيادية فهي إيران تعلم أنها
مشروع هدف لربما مسيرات أو أعمال تخريبية لخلايا تتبع إسرائيل ولوكلاء يتبعون أمريكا أو غير أمريكا. هذا الموضوع موجود لدى أجندة المخابرات والاستخبارات الإيرانية. الرد لن يكون بهذه الطريقة، الرد ربما سيكون إذا ما كانت الضربات كثيفة وموجهة بشكل يشل العمل الخاص بالمفاعلات النووية وربما يؤخره لسنوات عديدة. حين ذاك ربما قد تتصرف إيران بشكل قوي اتجاه هدف أو مجموعة أهداف أمريكية أو إسرائيلية. طيب، السبكتيتر وورلد كشفت عن طبيعة تجنيد الموساد ل10 جنود أو عفوا 10 علماء إيرانيين نوويين موجودين في منشأة نطنز في إحدى الهجمات التي قاموا بها من دون أن يعرفوا هؤلاء العلماء بأنهم مجندون من قبل إسرائيل. توقعوا بأنهم لجهات معارضة. الطائرة مسيرة على منشأة كرج. نحن الآن نرى طائرات مسيرة موجودة جنوب غرب إيران. واضح المسافة ليست بالبعيدة، 170 كيلومترا عن طبيعة وموقع الانفجار الذي تم على منشأة نطنز. برأيك هل يعني الإسرائيليين بكشفهم لهذه التفاصيل كما هو واضح الاستخبارية عن قدرات الموساد في الداخل، هل هي من أجل زعزعة إيران؟ هل هي من أجل إبلاغ إيران بأنه لو تقدمتم نستطيع أن نطير طائراتكم المسيرة واستهدافكم، أم هي فيها نوع من المبالغة الإعلامية برأيك؟ هو الحقيقة الهدف الرئيسي يعني تفكيك الداخل الإيراني، يعني إحساس أو نقل الإحساس إلى الداخل الإيراني بأن نظامهم نظام رخو وليس قادر بشكل كافي على حماية أمن المنشآت المهمة في داخل البلاد. وهذه المنشآت ربما تتعدد أوصافها وأهدافها وليس فقط نووية، يعني حتى محطات الكهرباء وغيرها استهدفت بشكل أو بآخر. وهذا يعني الحقيقة ولد نوع من الاستخفاف لدى فئة الشباب على وجه الخصوص بكلا جنسي، يعني الشباب من الشابات والرجال بدأوا يعني يستخفون بقدرة إيران على أن تقوم بعمل ما وهو الحقيقة يشكل هدف ربما رئيسي للمستهدفين لإيران في هذه العملية، لأنه عفوا تراكمات الزمن ليست لصالح إيران. جميل. ولكن دكتور فارس، إذا ما رحنا إلى الأقمار الصناعية، السنتينل هاب، يعني اليوم إحنا طلعنا عليه وراقبنا طبيعة الأقمار الصناعية قبل 5 أيام إلى شكل منشأة نطنز. هي جاءت بهذا الشكل، وبعدها إلى يومنا هذا 5/12 يعني بعد الانفجار وغيرها لاحظنا بأن ليس هنالك أي تغير. حتى مراقبين راقبوا هذه الصور والأقمار الصناعية لاحظوا ليس هنالك أي تغير بأي شكل من الأشكال، وليس هنالك أي ضربة لأي مكان على الأقل حتى هذه اللحظة. ألا تعتقد بأن لو فعلا ثبت بأنه ليس هنالك شيء بحسب ما ننظر إليه الآن، على الأقل هذه الصورة الوحيدة المتوفرة لنا من هذا الموقع النووي المهم إلى هذه اللحظة، برأيك لو لم يكن هنالك أي ضرر على هذه المنشأة، هل تعتقد أن إسرائيل قد تستهدف مرة ثانية، قد تقوم بعملية غامضة أخرى جديدة بشكل آخر بطريقة مختلفة في الأيام القادمة لإيقاف عملية التخصيب في نطنز؟ يعني لديها إسرائيل، وهذا ربما بات واضحا للجميع من خلال سير الأحداث المتعاقبة على الساحة الإيرانية. عفوا. نعم. إسرائيل لديها أرتال من الوكلاء وأرتال ربما من الخلايا التي تنظم عملها بشكل مستمر بالتنسيق مع الموساد من أجل أن توقع خسائر هنا أو هناك في أهداف رئيسية أو تقوم باغتيالات معينة داخل إيران. وهذا الموضوع الحقيقة الآن بات ليس غريبا وليس مستغربا أيضا في الجانب الإيراني حتى على مستوى الأجهزة الأمنية الإيرانية. فلذلك يعني إسرائيل تقوم إحدى أعمدة عملها نعم. على هذا الموضوع، موضوع تحريك الخلايا وتحريك الوكلاء في الداخل مع توفير الأدوات اللازمة لإحداث عمليات تخريب أو عمليات إصابة لأهداف كما حدث في عمليات سابقة لنفس المشروع.
طيب ولكن ايضا دكتور فارس، اخذ راحتك دكتور اذا تريد تشرب مي او الى ان تكون مستعد ويانا. يعني فعلا بالنظر الى السبكتيتر وورلد الان والكلام الذي جاءت به من التفاصيل بان كان هنالك عمال بناء هم الذين قاموا ببيع في احدى الهجمات المهمه في الهجمه الاولى على منشاه ناتانز التي فجرت زاويه كبيره جدا من هذه المنشاه واوقفتها لمده 4 أشهر. عمال بناء كانوا اعضاء وعملاء الموساد باعوا هذه مواد البناء الى الداخل الى من هم يعملون في منشاه ناتانز بطريقه غير مباشره، وبعدها عندما تم الانفجار لم تلاحظ حقيقة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثورية الإيراني كيف كان هنالك عبوة، وتبين بأن المتفجرات كانت في داخل هذه الأحجار اللي هي موجودة واللي انبنت على منشأة ناتانز، وتوضح طبيعة الاختراق الكبير جدا الموجود. أعود الآن إلى الدكتور فارس من جديد. دكتور فارس، يعني الآن بالكلام عن طبيعة العلماء النوويين، يستطيعون تجنيد علماء نوويين تمكنوا من هذه القضية، باعوا مواد بناء وانفجرت منشأة ناتانز، خلصت هذه القضية. الآن بالهجوم بالمسيرات بهذا الشكل على ما هو واضح هو هجوم، هل هذا يعني بأن اختراق إسرائيل لمنشأة ناتانز لم يعد قويا كما كان هو في السابق؟ لا طبعا، لا، ليس هذا هو بالضبط، وإنما هي عملية الحقيقة قراءة لأسلوب عمل بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية التي تقوم بحماية أجواء المنطقة المحيطة بمفاعل ناتانز. وهذه العملية ربما يعني من الناحية المادية قد تكون بها بعض التكاليف بالنسبة لأي طرف من أطراف النزاع، لكن كعملية تستهدف قراءة الموقف وقراءة الإمكانات العسكرية المتاحة أو الموجودة داخل هذا المشروع، ومن ثم توقيتات إطلاق هذه الصواريخ والكثافة التي ربما تطلق بها هذه الصواريخ، كلها هي عرضة للدراسة وللتمحيص. يعني قد تضحي إسرائيل بمجموعة من الطائرات المسيرة، لكن بالنتيجة هي تعلم الآن قابلية هذه البطاريات على الانطلاق والوقت الذي تستغرقه بين وصول الطائرة المسيرة إلى الأمد المعين الخاص بالطوق الأمني للمشروع وبين إطلاق الصاروخ. طيب، يعني إذا أنت ترى بأننا قد نكون في ظل أنه ليس هنالك أي دمج، هنالك تأكيد الآن من مصادر أخرى يتداولونها الإسرائيليون الآن عن طبيعة بأنه فعلا الآن تأكدت حقيقة منها وجاءت بأخبار عاجلة لي الآن تؤكد بأن عملية ليس هنالك أي دمج أو ضرر في منشأة ناتانز إلى حد هذه اللحظة. يعني هل تعتقد هنا، وهذه نقطة مثيرة أنت أثرتها، بأنه كانت العملية كلها عبارة عن تجربة لبطاريات الدفاع لما هو قادم لاستخدام للإف 35 على سبيل المثال وغيرها؟ هذا تقديري للموقف حقيقة. أنا أقدر الموقف بهكذا صورة، لأنه العملية التي تسبق ربما استخدام طائرات حقيقية، طائرات F-35 و F-16 المطورة، لن تزج بها إسرائيل دون أن تدرس بشكل دقيق إمكانيات الدفاع الجوي الإيرانية المحيطة بالمفاعل. وهذه ربما أعطت الآن يعني الصور التي أطلقتها ذات المسيرات، أرسلتها عن الفترة الزمنية لاكتشاف الرادارات المحيطة بالمفاعل، يعني رادارات البطاريات الصواريخ دفاع جوي، والفترة اللي استغرقتها بين كشفها التقاطها راداريا وبين وصول الصاروخ. هذه كلها طبعا تنفع الجانب الإسرائيلي عندما يزج بطائرات الحقيقية وطياريه الحقيقيون إلى هذا المشروع وإلى هذه العملية، وهي عملية ربما مدروسة بعناية. طيب، الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وعن طريق عدد من المصادر التي تحدثت تحديدا نيويورك تايمز، هي قالت بأن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل وأبلغوا الإسرائيليين بأن لا يقوموا بأي هجوم على المنشآت النووية. كان هنالك نوع من الريتاليشن من نفتالي بنت، نوع من ردة الفعل السريعة، وقوله بأنهم سيتصرفون وسيدافعون عن أنفسهم بأي طريقة أو بأخرى. هل تعتقد أن ما جرى يوم أمس، إن كان في ظل هذه المعادلة التي نتحدث عنها، هل تعتقد هي لا تضع ضغطا فقط على إيران، بل قد تضع ضغطا أيضا على إدارة بايدن بأن عليكم التصرف وإلا سنتصرف؟ هو الضغط الأعلى على إدارة بايدن حقيقة،
لأنه بايدن يعني يجد نفسه يعني في فترة رئاسية يريد من خلالها إصلاح الأحوال داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع أو مجموعة مشاريع لقوانين وتحسين بعض القوانين، ويعني أمور كثيرة تعلمها حضرتك ويعلمها السادة المشاهدين. لكن أن يزجون بالولايات المتحدة كطرف رئيسي للدفاع عن أمن إسرائيل وبالتالي أمن المناطق أيضا الأخرى التي أصبحوا فيها أصدقاء إسرائيل، يخشون أيضا الخطر الإيراني كالإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجانب كبير أيضا من المملكة العربية السعودية. هذه كلها تدفع ربما واشنطن إلى مزيد من التوتر، مزيد من القلق، لأن العملية ليست سهلة، وأن فعلا أهداف أمريكية كثيرة ستقع تحت يعني قدرة الأسلحة الإيرانية، سواء الأسلحة الصاروخية أو البشرية، لأنه كما تعلم ويعلم الأخوة المشاهدين والأخوات أن إيران مستعدة لتقديم يعني خسائر بشرية بالآلاف في حالة نشوب أي صراع. وقد جربت هذا الأسلوب مع العراق في الحرب العراقية الإيرانية، هي تزج بالناس من أجل أن يفجروا حقول الألغام ويمر الآخرون على أجسادهم. هذه شاهدناها بأم أعيننا. لذلك أمريكا تعلم الأسلوب الإيراني وتعلم رخص الإنسان الإيراني في المنازعات وفي الحروب التي ربما توصي بها المراجع الدينية هناك. هذا الموضوع إضافة إلى أن ربما طريقة تنفيذ الضربة أو طريقة تنفيذ عملية جوية داخل إيران وحجم الخسائر الذي سيقع، أيضا ستقع أمريكا تحت الضغط، لأنه هي في النهاية مطالبة بحماية إسرائيل ومطالبة أيضا بحماية الدول التي أشرت لها. العملية عملية يعني مقلقة، وأيضا الأكثر قلقا قد تكون أوروبا، لأنه أوروبا الحقيقة ليست راضية. يعني في تصريح لأحد المفاوضين في فيينا قال: نحن لسنا يعني تابعين إلى البيت الكونغرس أو البيت الإسرائيلي حتى نذهب ونتفاوض ونأخذ الإذن منهم ثم نتفاوض مع إيران. هناك حالة أيضا عدم الرضا من طريقة تعامل إسرائيل مع المفاوض الأوروبي، وكأنه يتبع إلى البيت الإسرائيلي الداخلي، وأنه يجب أن يقوم بما تريده إسرائيل. العملية معقدة وإيران تعلم أنها معقدة، لذلك هي تدفع بمفاوضين كما ذكرت على درجة عالية من القدرة ودرجة عالية من إمكانيات فنية في التفاوض غير ما كانت في 2015. أيضا ربما المفاوض الرئيس يعني لديه صلاحيات كبيرة من رئيسي بأن ينهي الموضوع ويقدم ما يمكن أن يقدمه في هذه المفاوضات من أجل أن تنجز بأسرع وقت ممكن لتحصل إيران على الأموال التي محتجزة عند أمريكا وغير أمريكا. وهذا الموضوع حقيقة يعني تحاول إسرائيل أن تغلق أبوابه، لأنه المفاوض الإيراني جاء هذه المرة من أجل أن يتفاوض لإنهاء القضية فعلا بعد أن تمكن من نسب تخصيب عالية، وربما وقف الآن على عتبة الدول النووية. طيب، ولكن دكتور دعنا نكون واقعيين قليلا. إدارة بايدن متعاطية بشكل جيد مع الإيرانيين، يعني حتى قضايا تخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60% بحسب آخر التسريبات والكلام بأنهم سمحوا للإيرانيين بالاحتفاظ بهذه الكميات تحت إدارة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الكثير من التفاصيل المريحة لإيران في طبيعة أنه عودوا إلى الاتفاق النووي وستتوفر لكم الكثير من الأمور، على عكس دونالد ترامب وما كان يبحث عنه في طبيعة الاتفاق النووي وما يريده من اتفاق. ما داعي العناد الآن بالنسبة لإيران في ظل أن هنالك خروقات كثيرة والمنشآت النووية مستهدفة كما هو واضح؟ أستاذ أحمد، القضية ليست قضية المفاعلات النووية. الحقيقة أعتقد موضوع محسوم ومنتهي، وإيران تقدم اللي يريدوه. يعني هم يريدون أن توقف أنشطتها وترجع تراقب وتخضع إلى تفاصيل معينة في التفتيش. كل هذا إيران الآن موافقة عليه، لكن الشيء الذي لا تريده إيران ولا تريد أن يتم التفاوض عليه هي الأشياء الأخرى. يعني الأشياء الأخرى المتعلقة بصناعة الصواريخ، المحور كما سماه يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني يقول إيران نجحت في إنشاء محور شر إقليمي
من خلال خلق يعني حلقة من الانقسامات المسلحة حول أو الجماعات المسلحة حول دولة إسرائيل حسب تعبيره. يعني وهي يقول هي راح تنتج الحرب اللي هي ترتاح لها، يعني بعيدا عن حدودها. طبعا مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية منتشرة على حدود إسرائيل، تطلق يعني بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران. يعني عاملة شبكة أمنية تحمي نفسها من عندها وترمي المسألة على الطوق اللي يعني يحيط بإسرائيل، سواء حزب الله أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو حماس أو اليمن أو يعني المناطق هذه، حتى الميليشيات العراقية. هذا يسميه هو محور الشر الإقليمي. لذلك أعتقد أن المفاوضات هي تخص هذا الجانب. يعني ما يعرقل إتمام المفاوضات هي الإضافات التي أضيفت له، ليس الاتفاق النووي نفسه. إيران هي أعطت موافقة كاملة على المفاوضات الآن فيما يخص الجانب النووي، لكن الجوانب الأخرى تتعلق بالأمن الإقليمي، تتعلق بمنظومة الأسلحة الصواريخ البالستية، تتعلق بصواريخ بعيدة المدى جدا، يعني مديات بعيدة جدا تصل إلى آلاف الكيلومترات. طيب. وهذه كلها الحقيقة تهدد أمن إسرائيل بالدرجة الأساس، وبالتالي يجب أن يتم التفاوض عليه. طيب دكتور فارس، هنالك خبر عاجل الآن من الوورلد نيوز IL الآن وردت تتحدث هذه أو هذا المصدر يتحدث، يقول قنوات إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أكدوا بأنه تم تفعيل جميع منظومات الدفاع الجوي في أنحاء البلاد، في أنحاء إيران بأكملها. في ظل هذه الأنباء الآن المتداولة، هل تعتقد بأن هذه إشارة إضافية بأن ما جرى ليلة يوم أمس هو لم يكن أمرا عاديا أبدا، بل إنه هجوم وهم مستنفرون الآن؟ هو طبعا يبدو أن برنامجك مشاهد من إيران واتخذوا الموقف الآن، يعني احنا نتكلم عن تجربة يعني إسرائيلية لقياس فاعلية منظومة الدفاع الجوي، وبالتالي قد يتوقعون أن يعني يأتي بعد هذه العملية عملية حقيقية تستهدف ربما أهداف كثيرة وعلى عموم الجمهورية الإيرانية. أعتقد الفترة المقبلة ستشهد أحداث خطيرة وكبيرة. أعتقد أن إسرائيل في عهد بنت ليست إسرائيل في عهد نتنياهو، الذي أكثر الكلام وأكثر التهديد وأكثر الوعيد دون أن يقوم بعمل حقيقي ربما يشل المشروع النووي ويشل قدرات إيران على خلق محاور في دول عدة حول إسرائيل. أعتقد أن العملية الحقيقية قادمة وقد تكون قريبة جدا، وبطائرات حقيقية، طائرات مسيرة ويعني متعددة المناطق، مناطق الإطلاق من البحر ومن الأرض وعبر الجو أيضا. لهذا الحرس الثوري الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية أيضا يعني لديها الآن كل حالات الإنذار المتوقعة موجودة، منظومات الدفاع الجوي، مناطق الحدود، أيضا يعني وسائل الرصد الأخرى الاستخباراتية تتعلق بالأشخاص وحركة الأشخاص. هذا هو الوضع الذي تريده حقيقة إسرائيل لإيران. تريدها بلد قلق خائف دائما في حالة إنذار، ودائما يتوقع أن تأتيه ضربة غير محسوبة وغير متوقعة تؤذي العملية الخاصة بالمفاعلات النووية أو حتى المشاريع الأخرى المرتبطة بها. أخشى أن الوقت قد انتهى. كنت معنا ضيفا عزيزا عبر السكايب من لندن رئيس المركز السومري للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور فارس حسن المهداوي، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.